بعد سنوات من الانتظار ينطلق كأس العالم أخيرا، وستكون المباراة الافتتاحية بين منتخب المكسيك ومنتخب جنوب إفريقيا في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم. المنتخب المكسيكي يدخل هذه المباراة بطموحات كبيرة، خاصة أنه يلعب أمام جماهيره وعلى أرضه في مدينة مكسيكو سيتي، كما يحتل المركز الخامس عشر في تصنيف الفيفا، وهو ما يجعله مرشحا لتحقيق بداية قوية في البطولة. أما منتخب جنوب إفريقيا فيسعى إلى تحقيق المفاجأة وتقديم أداء مميز في أولى مبارياته بالمونديال، ويحتل المنتخب الجنوب إفريقي المركز 60 عالمياً، لكنه يطمح إلى تعويض فارق التصنيف فوق أرضية الملعب. وتقام المباراة يوم الخميس على الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، والعاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية، وذلك في مدينة مكسيكو سيتي بالمكسيك، وسط أجواء احتفالية كبيرة تليق بافتتاح أكبر بطولة كروية في العالم. وسيتم نقل المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية. فهل ينجح المنتخب المكسيكي في استغلال عاملي الأرض والجمهور؟ أم أن جنوب إفريقيا ستفجر أولى مفاجآت كأس العالم؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات.